إذا غابت الإرادة عن تحقيق العدالة فلا تسألني عنها. تعال نتكلم حتى لو بدون ترتيب بقى، ما تمشيليش بقى ايه لا موضوع بموضوع. البيت بيتك، اتفضل. البيت بيتك. الزمالك وكان يشكو من تأجيل المباراة اللي قبل السفر. وأفضل ما حدث للزمالك تأجيل هذه المباراة، ماتش المقاولين. طبعا. فاستطاع أن يتوجه إلى أنجولا وهو في كامل تركيزه وكامل أريحيته، وحصد النتيجة. حصد يعني أنت بتتكلم على تأجيل مباراته في الكاس. في الكاس اللي كانت مع المقص. مع المقص. لا ده لسه المقاولين انا جاي لك عليها. طيب رجع الزمالك. اولا راجع بيتكلم على الاجهاد. وقد يكون في اجهاد، بس اللي كانوا بقى بيقولوا الاهلي بيتجامل عشان بيتاجل له فيلعب ماتشات زياده مضغوطه، كل 3 ايام مباراه، كل 3 ايام مباراه، كل 3 ايام مباراه، 6 مرات كل 3 ايام مباراه. في اول موقف للزمالك طلب تاجيل ماتش المقاولين العرب. فتم تاجيله 24 ساعه، شكلها بريء. ايه يعني 24 ساعه؟ طب ما نريح فرقه جايه من السفر. 24 ساعه ايه المشكله؟ مشكله بقى زي ما انا شايفك دلوقتي، الماتش ده مش هيتلعب. مش هيتلعب؟ ايوه. الله، لا ده جديده دي. هقول لك ليه. وهيبقى في ساعتها في منطق. هل معقول انك انت تلعب قبل الماتش بتاع افريقيا الحاسم في الكونفدراليه ب3 ايام؟ هو كلام الحاج عامر حسين انه خيرهم فاختاروا انه يأجل 24. ولا ده تكتيك؟ لا، ما هو تسجيلي واحده واحده. ايوه. الموضه هترجع بقى ويجيبوا لك الحالات اللي من 30 سنه ومن 20 سنه ومن 10 سنين ومن 5 سنين واول امبارح، وهتلاقي لغه وهتلاقي اعلام لا يتحدث الا عن الاهلي الفتره اللي جايه. والفتره السابقه واللاحقه. طب ما الاهلي مسافر بكره ولعب الليله دي. امس واليوم. طب ما هو لا، هو الاهلي رجع كم مره ولعب تاني يوم؟ لا كتير. كم مره لعب تاني يوم ولعب تاني يوم في برج العرب، يعني رجع القاهره ويسافر يلعب في برج العرب. وايه؟ والتنبيط على ودنه. وانتوا بتاجلوا له ليه؟ انتوا بتاجلوا له ليه؟ حلوه التنبيط على ودنه. انا بقول لك اللي بالي بالك واللي عيني عينك. يعني هو في اوضح من كده. هو في اوضح من ان احنا خلاص المشاعر ما بقتش تستتر. يعني بقيت انا الغريب. يعني المثل بيقول لك انا ابن عمي على الغريب، وانا واخويا على ابن عم، وانا ابن عمي على الغريب. انا الغريب النهارده في مصر. هو وابن عمه على كل ابناء العمومه مع بعض. واخد بالك؟ تبص تلاقي ما فيش مانع من التحفيز والتأجيل. ولذلك لا يمكن ان الاهلي هيقبل ان ماتشات الثلاثيه على الاقل ما تتلعبش في توقيتاتها المنطقيه. واظن ده مطلب عادل جدا اذا هم بالعكس يعني اذا تحققت اراده تفعيل العداله. ونحن هنا في اختبار. انا رايي سميني موسوس، سميني بحب اقراها بدري. شايف ان التأجيل مباراة المقاولين يوم قد يؤدي الى تأجيلها لأجل غير مسمى. انه ده تكتيك معين. ما هو انت تعالى على مرحلتين. تعالى كلمني على فرقة هتلعب ماتش مصيري على ارضها بعد 3 ايام. يعني هتلعب النهارده هو تأجل يوم من 13 ل 14. لا 13 14 لا اللي جاي تأجل يوم في قبل الماتش. يعني هم هيلعبوا على ماتش المقاولين. كان هيتلعب 13 بقى 14 بقى الماتش اللي بعديه كام؟ هو خلاص هو دلوقتي منتظر. منتظر دلوقتي. مين اللي منتظر؟ الزمالك. منتظر ايه؟ منتظر يلعب يوم الماتش اللي جاي المقاولين، هيلعبوا يوم 14 ويسافر. ايوه ويسافر. هيلعب يوم ايه؟ 17 بره، هيلعب 17. هو هنا النقطه اللي بكلمك بقى. ده اللي قصدي عليه. هيلعب 14
هيسافر 15. قال لك هيسافر بطياره خاصه مساء يوم 14 مساء نفس يوم بعد المباراه مباشره. وده افضل له؟ يعني هو اختار كده، فقال لك هيقعد هناك 15 و16 ويلعب 17. نتمنى ان يحدث هذا. لانه لو طلب ان الماتش كمان في العاصمه في الجزائر، يعني مفيش سفر داخلي عنده. لا مش مهم، يعني ده مسافر بطياره مش دي المشكله بقى يا استاذ ابراهيم. يعني انما المشكله انك انت هتيجي تقول لي او انت بتلعبنا 14 و17 مش 17. كان هيلعب 13 ويلعب 17 عنده 4 ايام. اختاروا ان هو ياجل 24 ساعه عشان يستريح لماتش المقاولين على حساب المسافه البينيه قبل ماتش الجزائر. على اي حال ارجو ان انا اكون يعني بحاول نتمنى ان يحدث هذا. بس ايه عشان مره واحده ما نتفق عليه يحدث. هنشوف ايه دواعي هذا التاجيل وايه حكايه التنبيط اللي المهندس عادل جاي بيها. لكن خلينا نشوف الاول المؤتمر الصحفي